وزي ما بيقول نجمنا الكبير سامح حسين، ربنا دايما بيطبطب على قلبنا طالما ان احنا قاصدين خير ونعمل شغل كويس. يمكن من اهم الطبطبه اللي حصلت النهارده كمان دعم النجم الكبير سامح حسين لمشروع تنميه القريه باصدارات وكتب لاطفال القرى في محافظه قنا. خلال 10 سنين يمكن زي ما شفت في الفيديو احنا بنكافح، يمكن ما عندناش ميزانيات لكن عندنا امل ان احنا نحقق احلامنا، ان احنا نعمل تنميه حقيقيه في الصعيد. وخطوه خطوه الحمد لله النهارده وصلنا للدوره العاشره، والحمد لله اسم المهرجان عالميا. يعني انا مش قادر اوصف المكان اللي في ظهر المهرجان رغم كثره الامكانيات. فانا عايز كمان اشكر ان في وسط الظروف الصعبه كل اصدقائنا من الدول العربيه والاجنبيه اللي جم عشان يشاركونا في الدوره العاشره من المهرجان. قبل ما اختم كلمتي طبعا مش ممكن انسى ان انا لازم اوجه الشكر للاب والقائد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانه بصراحه لنا اللي هو بيعمله لولا ان هو فتح لنا المجال ما كناش فعلا قدرنا نعمل شغل، ما كناش قدرنا ننزل القرى، ما كناش قدرنا نعمل حقوق في المستشفيات، حتى المقاهي الشعبيه كنا بننزل نعمل فيها حقوق. فالف شكر لسياده الرئيس. كمان اوجه شكري لمعالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اللي شملنا برعايته السنه دي في دوره المهرجان الجمهوريه. شكرا لدوله رئيس الوزراء. شكرا لكل المؤسسات والجهات اللي امنت فعلا بمشروع المهرجان الصحي ده لشباب